هاي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده بقى في فيديو جديد. فيديو النهارده هيبقى فيديو حلو جدا جدا جدا، في حاجات كتير وفي تفاصيل كتير، متعب شويه. هتتحمسوا شويتين 3 4. في ندم كتير، يعني في حاجه انا عملتها في يومي وعملتها معاكم في الفيديو ندمت عليها، هقول لكم طبعا عليها. ففيديو النهارده طويل شويه بس بصراحه الفيديو جميل جدا. عايزاكم كده كلكم تحطي لي لايك، ولو انتي اول مره تشوفي القناه بتاعتي انا هدير بتمنى طبعا ان انتي تنزلي كده تدوسي اشتراك، وكمان تفعلي زرار الجرس عشان خاطر يوصلكم كل حاجه جديده انا بنزلها. وانا محتاجه منكم لايكات كتير قوي يا جماعه. انا بشوف اليومين دول مش عارفه في ايه، ما بتحطوليش لايك ليه يا جماعه؟ انا مش عارفه. المهم، دخلت بقى على اوضه الليفينج النهارده، كان فيها شويه حاجات كده محتاجه ان هي تتعمل. بصراحه انا عايزه اغسل الركنه نفسها. جبت المنظف بتاع الانتريات اللي انا قلت لكم عليه، بس يا رب يا رب يا رب يعني يطلع اصلي، فهغسل بيه الركنه. بس قلت بقى ايه، اغسل الاول الفرش بتاع الركنه ده. حسيت ان هو بقاله فتره كده، بقاله يعني بتاع اسبوع او اسبوع ونص كده ما اتغسلش، فقلت لا هاخده بقى وهغسله. ويعني هو بيتغسل تاني يوم بينشف خلاص كده. المهم قلت بقى اغسله كده، وبعد كده قبل ما افرشه، يعني النهارده كده كده الولاد هيجوا يقعدوا على الركنه وكده، فقلت ان انا لو غسلت الركنه النهارده هترجع تتبهدل تاني عقبال ما افرش الكفر بتاعها. فقلت خلاص انا قبل ما افرش الكفر على طول، اليوم اللي هفرش فيه الكفر وهفرش فيه الركنه وكده، هقوم غسله فيه الكنبه يعني. تمام. المهم قلت دلوقتي بقى اجيب المكنسه العقيمه بتاعتي، وقلت بقى اكنس كده الليفنج. كان فيها شويه فرفته كده، مطرح الولاد، مطرح ما كانوا بياكلوا بقى، ومطرح ما كانوا قاعدين وكده. فقلت الاول قبل ما اعمل اي حاجه كده اديها كنسه كده والف بيها كده ايه لفه. مش عارفه في ايه المكنسه العقيمه بجد يا جماعه، عقيمه متعبه، متعبه يا جماعه، متعبه بمعنى الكلمه يعني. كل ما اعملها من حته تتفك من حته تانية. انا نفسي في المكنسه اللي هي ايه، شفت يعني في الاول كنت نفسي في المكنسه اللي هي البرميل، اللي هي بتغسل السجاد بتاع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هي بتغسل السجاد وبتكنس وبتغسل وكده، دي كنت حاساها حلوه قوي. بس دلوقتي شفت مكنسه تانية اللي هي اصلا بتتشحن وبتبقى ايد بس، يعني انتي بتشحنيها وبعد كده بقى بتمسكيها كده وتقعدي تكنسي بيها. حاساها خفيفه جدا جدا، بس سمعت ريفيوهات عنها ان قوه الشفط فيها مش احسن حاجه. فلو انتوا جربتوها اكتبولي تحت في الكومنتات وعرفوني يعني، علشان انا بجد والله مش عارفه. بس حسيت ان انا ايه، لا حاسه ان انا نفسي فيها قوي يعني. حاساها اللي هي ايه، هتبقى خفيفه معايا وهتنجز معايا، ويا دوبك هشحنها والف بيها بقى في الشقه كلها. فحاسه ان الموضوع هيبقى حلو. لو انتوا جربتوها اكتبولي تحت في الكومنتات. بس تقريبا يعني هي غاليه قوي تقريبا يعني. سمعتوا عن المتحور الجديد ده؟ لو سمعتوا عنه او بصوا مش سمعتوا عنه، هو كله بيتكلم. بس لو عرفتوا يعني في حد قريب منكم مثلا في حالات فعلا فيها كده ولا لا. اصل وزارة الصحة ما اتكلمتش، ولا وزارة التربية والتعليم، ولا اي حد اتكلم عن الموضوع ده. فانا مش عارفة الموضوع ده حقيقي ولا اللي هو ترويج لموضوع وخلاص، وهو مجرد دور ماشي. فانا عايزة اعرف بالله عليكم يا بنات، لو اي حد قريب منه يعني بعد الشر ربنا يحفظنا كلنا ويحفظ ولادنا ويحفظ الجميع يا رب. لو في حد قريب منه عنده حاجة او حصلت معاه دور زي دوت، او يعرف حد، اكتبولي في الكومنتات عرفوني يعني وان شاء الله باذن الله تطلع اشاعه، ان شاء الله ان شاء الله تطلع حد بيروج للاشاعه دي وخلاص يعني. بتمناها. انا لقيت خالي العيال منزل، اللي هو الدكتور بتاع خالي العيال، لقيته منزل فيديو بيقول مفيش منه قلق يعني. هو مجرد دور زي الدور اللي بيجي كل سنة في نفس الشهور دي، في شهر 11 وشهر 12 وكده، بيكون دور ماشي وكده. فمش عارفة
يعني انا مش قادره احدد بصراحه. هو دكتور العيال انا بثق فيه يعني وبثق في كلامه، فهو قال الكلام دوت، فانا مش عارفه بصراحه بقى الكلام ده صح ولا غلط. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يطلع مجرد دور برد كده وهيروح لحاله، يعني بنتمنى بنتمنى حاجه زي كده. المهم دلوقتي بقى شلت السجاده، دخلتها الحمام، حطيتها في البانيو ومليت عليها ميه، وعلشان خاطر بقى اغسلها لقيت شويه حاجات كده ورا الكنبه. عايزه اقول لكم انا لما بوطي بموت كده، بموت. حاجات بسيطة برضو، لان انا كل فترة بشيل الكنبة كده اوريدي وبعمل من وراها، فيعتبر الحمد لله في حاجات بسيطة كده مطرح الولاد، ورق طار مثلا، بري قلم، مش عارف ايه الكلام ده، هو دوت اللي بيبقى موجود يعني، مش حاجات كتير. المهم قلت برضو ارفع الستارة من هنا علشان خاطر الستارة نازلة على الارض وهتتبهدل كده من تحت لو كنست وهي موجودة كده في الارض، فقلت كده ارفعها من الناحيتين، من هنا ومن هنا، عشان خاطر اعرف اكنس كده وسيء. برضو ورا الكنبة التانية الحمد لله ما فيش حاجات كتير يعني، هي حاجات بسيطة كده. رحت كنساها كده برضو مطلعاها. انا بحب كل فترة اعمل اشيل الكنب واعمل وراه وكده، بس بصراحة يا جماعة لما بلاقي نفسي كويس، الحمل ده كل ساعة بحال، والله العظيم كل ساعة بحال، معرفش فيه وقت الاقي نفسي مش قادرة ونفسي رايح، واخد البخاخة. انا باخد البخاخة بحس ان انا نفسي بيضيق اكتر، يعني مش عارفة يا جماعة هو ده طبيعي؟ يعني اي حد بياخد البخاخة قولولي بالله عليكم في الكومنتات ضروري، ولا اقول للدكتور يغيرها. اخد البخاخة من هنا احس ان انا نفسي راح واقعد اكح وبتعب جدا، وقت بقى تاني احس ان انا لا مش قادرة اقوم اعمل اي حاجة، يعني ممكن اقعد باليومين ما بعملش حاجة في البيت، مش قادرة يعني اعمل مش قادرة. هو يا دوبك مثلا بعمل الاكل للولاد وببقى مش قادرة ان انا اعمل اي حاجة تانية، وده طبعا بيبقى غصب عني. بحاول على قد ما اقدر ان انا ما باجيش على نفسي، بس في الفيديو ده جيت على نفسي وندمت ندمت 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 ندمت. المهم وقت تاني الاقي نفسي الحمد لله يعني صحتي كويسة يعني، وبقوم اعمل معرفش في يعني، كل ساعة بحال، كل وقت كل شوية الاقي نفسي بتغير كده، مش عارفة بقى ايه ده بصراحة. مش عارفة، كل الحمل بيبقى كده، وانا عن نفسي بصراحة في حملي كله ببقى كده كل ساعة بحال. المهم قلت بقى الم شوية التراب دول كده، قلت المهم كلهم واكنس بقى بقية الكنبة كده، يعني بحاول اقعد اقول لنفسي ان شاء الله تبقى سهلة عليا، ان شاء الله هخلصها على طول، ان شاء الله مش هتعب فيها. اللي هو عارفين اللي هو احساس اللي هو بقعد اصبر نفسي كده، انا بقعد اعمل كده مع نفسي. المهم شلت بقى فيشة المكنسة اللي بالكهرباء، كانت كل ده لسه محطوطة في الكهرباء علشان خاطر اكنس مكان السلك وكده، ورحت مطلعاها بقى بره خالص. قلت خلاص كده هطلعها، وعايزة اكنس برضو من ورا الباب عشان خاطر ما يبقاش فيه اي حاجة كده، يبقى الدنيا كلها عندي كده حلوة وجميلة وزي الفل. ف دي اكتر اوضه بصراحه متعبه، هي اوضه الاطفال. برضه اوضه الاطفال انا لو سبتهم قاعدين فيها شويه يفضلوا بقى يتنططوا على السراير، ويفضلوا يجوا بقى يلعبوا مثلا يلعبوا ميس ولا يلعبوا مدرسه، الاقي كل الكتب والكراسات كلها اللي هي بقى في كتب مش بنستخدموها دلوقتي او كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بلاقي كلها طلعت بره، والاقي الدنيا بقى متبهدله. مش عارفه ايه الحكايه. هنا حطيت جلانس على الفوطه. بصوا يا بنات، انا الفوط دي بعد ما بخلص كل مره بعد ما بخلص تنظيف بلم الفوط كلها وبعمل بقوم حطاها في الغساله. تمام، الفوط كلها واحطها في الغساله. بتتغسل اكيد، مش مطرح ما تبقى مطربه ومطرح كده انا هغسل بيها بقى حاجه تانية اكيد يعني، او همسح بيها حاجه تانية. لا، انا بلم كله كده مع بعض في غسله واحده، واقوم غسلاهم بقى وحاطه فيهم معقم ومظبطاهم كلهم، مروقه عليهم يعني.
يديهم حماية كده. وبعد كده بنشرهم كمان، بصوا بيرجعوا بقى ايه، بيبقوا نضاف جدا وبيبقوا زي الفل. هنا بقى دلوقتي قلت اسيق بقى بقية الأوضة كده. انا حاطة طبعا حاطة جنرال وحاطة كلور في المية. بصوا يا بنات، عايزاكم تكتبولي في الكومنتات برضو ايه احسن مسحوق بتستخدموه، او ايه احسن مسحوق جربتوه، مسحوق غسيل جربتوه وطلع نينجا. هو انا بالنسبه لي لحد دلوقتي يعني احسن حاجه جربتها البرسيل. مش عارفه بقى، وحاسه ان هو كمان ما بقاش زي الاول، بس هو بقيت بستخدمه ساعات بجيب اوكسي، بس مش يعني مش حاسه ان هو بقى احسن حاجه. فعايزاكم تقولولي كده في الكومنتات بتستخدموا ايه احسن مسحوق، بالذات بقى مع الهدوم البيضاء، يعني مع الهدوم البيضاء بالذات. فانا بحاول ان انا انقعهم واظبطهم وبتاع، بس عايزه برضو ايه، عايزه اسم مسحوق كده يكون نينجا كده يظبط معايا الدنيا. عايزه اقول لكم، مش عارفه البقعه اللي في الارض دي بقى لها مده طويله قوي في الارض، كل ما باجي اسيق بقعد ادعكها هي بتصغر مرة على مرة بتصغر، بس مضايقاني انا. فبقعد اقول لنفسي ايه، لا خلاص خليها، وانا كل مرة ايه ابقى امسحها بقى مسحة. بس مش عارفة، تقريبا هي محتاجة حكة، محتاجة تتحكم، مش عارفة. المهم خلصت بقى الليفنج هنا، ودخلت بقى اعمل العملة السوداء اللي انا مش عارفة ازاي انا عملتها بصراحة. يعني واحدة حامل ازاي اعمل عملة زي دي؟ بصوا انا عايزة اقول لكم، هي في الاصل خفيفة، اتحطت فيها مية يا جماعة، انا معرفش ايه اللي حصل لها. بسم الله الرحمن الرحيم، بقت تقيلة تقل رهيب. عمالة بقى ايه، اجيبها يمين واجيبها شمال علشان خاطر بقى تتعمل، عشان خاطر تتحط في الارض في الحمام. مش عارفه، مش راضيه تتحط بصراحه يا جماعه. دي اخر مره انا هعمل عامله زي دي، مش هعملها تاني. عملتها قبل كده كنت لسه والده توته، وعايزه اقول لكم يا جماعه بامانه، يعني اقول لكم ايه، تعبت جدا. كنت لسه والده وبطني كانت لسه مفتوحه ومش عارف ايه، وقلت لا توبه، قلت بعد كده انا هنزل الدراي كلين، انا مش هعمل تاني، انا مش عارف ايه، انا ايه اللي خلاني اعمل كده؟ ولا مني عرفت ادعك جامد علشان خاطر الحمل، ولا مني عرفت ان انا اشيل واحط، وان انا يعني ولا منها نطفت 100%، ولا منها ان هي نتفت، مش ما نتفتش، هي نتفت. هي كفايه ان جه عليها ميه وبرسيل كده، اصلا ده لوحده نضفها. بس كان فيها كام بقعة كده ما اتعملوش. ليه؟ لان انا مش عارفة اضغط عليها جامد. هنا حاولت ان انا اشطفها برضو مش عارفة، قلت توبة. ماله الدراي كلين؟ ماله؟ ما هو بياخد الحاجة، اي نعم بيبعتها لي بعدها بيومين، بس ايه يعني، مش مهم، راحة. لا 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 لا، مش هعمل العملة دي تاني بجد يا جماعة، مش هعمل العملة دي تاني. لو انتي حامل ولا لسه والده وبطنك مفتوحه، اوعي تعملي عامله زي دي، اوعي تقولي زي وماله دي خفيفه. احي، لما تحط فيها الميه يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا جماعه مش قادره اوصف لكم على التقل اللي هي بقت فيه، يا لهوي. اكيد باينه وواضحه، ومش عارفه اشيلها ولا عارفه اعمل حاجه، وكنت هتزحلق كذا مره. لا 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 خلاص كده بجد، مش هعمل العمله دي تاني. هنا بقى كنت بحاول عماله بقى اجيب فيها يمين واجيب فيها شمال ايه ده مش عارفه. قلت احط نصها كده جوه البانيو واخلي نصها كده بره، وكمان بقى حاطه الستاند، فطبعا بقى واخد مساحه. بس المهم جبت جردل للميه برضو الكروانه دي، ورحت حاطه فيها ميه واسمها ايه، ميه يا لهوي برسيل. بصوا من كتر التعب، انا شفت الفيديو افتكرت التعب ساعتها، افتكرت كل حاجه المهم حطيت فيها ميه وبرسيل كده، وفضلت بقى ادعك كده زي ما انتوا شايفين. مش كل حاجه نضفت 100%، بس
في اضاءة جاية من الشباك، والشباك لونه اصفر. خلي بالكم يا جماعة، هي في الصفار دوت مش صفار بقعة، لا ده صفار الاضاءة بتاعت الشباك، عشان الشمس ضاربة في الشباك فالشباك لونه اصفر فكده يعني. المهم قعدت بقى اديها كده كلها كده مع بعضها، وبعد كده رحت شاطفاه. مش قادره طبعا ادعك، واللي هو انا عايزه اخلص من ام الداهيه اللي انا صدرت نفسي فيها. وبجد يا جماعه يعني يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. بس انا ايه، عامله زي دي انا مش هعملها تاني. وانا اللي كنت بقول اعملها عشان اصور معاكم، ايه يعني صورت ولا مثلا انت هتزعلوا يعني لو ما صورتهاش معاكم؟ خلي الراجل يعملها، هقول للراجل صورها لي وانت بتعملها وخلاص. بس المهم هنا بقى قلت اشطفها كمان، وبعد كده قلت بقى هطبقها واشيلها. وبعد كده بتاع ده هشطفها بقى شطفة تانية بقى لما اجي ايه هسيبها. بصوا هنا عمالة بولول، هنا كنت عمالة بولول مش قادرة. ده انا اصلا لما بوطي شوية بطني بتوجعني، يا لهوي يا لهوي على اللي انا فيه. المهم سبتها تتصفى بقى، وبعدين رحت نشرها كده في البلكونه. وبس كده يا جماعه، ده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. انا كده خلصت وخلصت. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايكات كتيره قوي لو لقيت الفيديو ده عليه لايكات كتير وجايب بقى كومنتات كتير يا جماعه. استنوني بقى في الجزء التاني وانا بفرش الليفنج ان شاء الله. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.